6 أكتوبر 1973، اليوم اللي اتكتب فيه التاريخ وصفحة عمرها ما تتنسي. بعد هزيمة 1967 مصر خسرت الأرض وكرامتها، بس الروح المصرية ما ماتتش. كان في حلم، خطة، وشجاعة ملهاش حدود. النهاردة هنعيش مع بعض اللحظات دي من جوه المعركة. هنشوف الجنود المصريين بيواجهوا التحدي بكل قوة وعزم. هنعرف ازاي مصر قدرت تعمل المستحيل. بعد هزيمة 1967 الجيش المصري قرر يتعلم من أخطائه. ابتدوا يجهزوا كل حاجة، الجنود اتدربوا على كل موقف، الدبابات اتفحصت كويس، كل سلاح جاهز. المهندسين اشتغلوا على بناء جسور عائمة للعبور. الجنود اتدربوا على عبور القناة وسط المياه والألغام. كانت ساعات التدريب طويلة ومرهقة. الجو كان صعب، بس كل واحد في الجيش كان عارف إن التعب ده هيديله النصر يوم المعركة. كل خطوة محسوبة بالدماغ وبالجرأة. كل يوم كان بيقرب مصر من النصر. الجيش خطط بحرفية، دراسة كل نقطة ضعف للعدو، تجهيز مفاجآت استراتيجية، تحليل كل حركة ممكن يعملها الإسرائيليين. السرية كانت سر الانتصار. كل تحرك كان محسوب، كل قرار كان دقيق. الجنود كانوا عارفين إن أي خطأ صغير ممكن يغير النتيجة كلها. كل تفاصيل الحرب كانت تحت السيطرة. المعركة الحقيقية بدأت فور عبور القناة. الدبابات المصرية بتتقدم، الجنود بيواجهوا الألغام والرصاص. كل متر هو معركة، وكل لحظة فيها شجاعة. الجنود مصرين ما يهربوش ولا يستسلموا. كل طلقة نار وكل حركة محسوبة. الأبطال المصريين كانوا عارفين إن كل خطوة بتقرب مصر من النصر. الطيارين المصريين كانوا على استعداد، بيراقبوا السماء، بيحموا الجنود على الأرض، وبيسقطوا ضربات دقيقة على مواقع العدو. التنسيق بين الأرض والسماء كان سر النجاح الكبير. كل هجمة كانت محسوبة، كل ضربة كانت موجهة بدقة. خط بارليف اللي العدو اعتبره حصن منيح وقع قدام عزيمة المصريين. الجنود كتبوا بدمهم خريطة النصر. كل انتصار صغير كان بيقرب مصر خطوة خطوة من الأرض اللي ضاعت. المشهد ده كان بداية رجوع الأرض لمصر، وكل مصري حس بالفخر والاعتزاز. وبنهاية الحرب الجيش المصري أثبت إن المستحيل ممكن. استرجعوا الأرض، ارتفع علم مصر. النصر كان للروح المصرية، لكل جندي كتب بدمه صفحة خالدة. مش هننسى أبطال 6 أكتوبر. كل مصري فخور بالانتصار ده. احفظوا اليوم ده في قلبكم. 6 أكتوبر، يوم النصر، يوم العزة. اليوم اللي المصريين صنعوا فيه التاريخ بإيديهم. اليوم ده عمره ما يتنسي، ودايما في قلب كل مصري. ده كان يوم 6 أكتوبر، يوم العزة والانتصار، يوم كتب فيه أبطال مصر التاريخ بإيديهم. لو عجبتك الرحلة دي معانا في التاريخ، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وخليك دايما معانا في كل قصة ملهمة من تاريخ مصر والعالم. شكرا ليك على المشاهدة، وافتكر دايما، مصر تستحق الفخر.